أثار إلغاء سفر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر ساعة واحدة فقط قبل إقلاع الطائرة موجة من التساؤلات في ألمانيا حول قدرة بوتفليقة على تسيير الجزائر. تعددت الإشارات السلبية القادمة من الخارج حول الوضع في الجزائر، حيث أجمعت كبريات الصحف الألمانية على كون الوضع في الجزائر أصبح مهددا بالانفجار بحسب ما كشفت عنه صحف دي فيلت دي شبيغل وسانتا. الانتشار حتى إنهما كتبت عن وشوك تحول عشرات الآلاف من الجزائريين إلى لاجئين. مؤشرات الكارثة الجزائرية حسب ما أوردتها الصحف الألمانية، تبدأ بمرض الرئيس بوتفليقة الذي لو أعلنت وفاته فهذا يعني السكتة القلبية لبلده. وتضيف جريدة دي فيلت الألمانية: إذا أعلنت وفاة بوتفليقة فاستقع الكارثة ليس لأنه رجل المرحلة كما يردده الساسة، بل لأنه خلق الفرار من حولهن، ناهيك عن استشراء الفساد والتجبر وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسخط الشعبي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.